السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عالم سنة أم وئام وفيديو جديد. أتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا في تمام الصحة والعافية، ونقول لكم عواشركم مباركة ورمضان سعيد. دخل عليكم صحيحة والعافية وبزيادة الرزق إن شاء الله وكل ما كتمناو، والله يقبل صيامكم ويقبل صلاتكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم ميني باغيت اللي كيجيو غزالين نحضروهم في مائده الافطار ديالنا. كيجيو هائلين. واحد الفيديو خفيف ظريف اللي غادي نشاركه معكم. نبداو الفيديو ديالنا كيف العاده بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالنسبه للمكونات او المقادير اللي كنحتاجو في هذا الميني باغيت، بصراحه اللي كيجيو ساهلين وسريعين التحضير. بالنسبه للعجين، انا هاد عجينه عندي معتمده اللي كنديرها في البيتزا وكنديرها في المملحات. عجينه بصراحه سحريه وكتجي هشيشه ورائعه، اللي كنحتاج فيها نص كيلو ديال دقيق الفورص الممتاز، كاس لاروب ديال دقيق الفينو، معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، شويه ديال الملح، 2 معالق ديال الحليب بودر او نيدو ولا ياغورت مسوس، نصف كاس ديال زيت الزيتون، شويه ديال الزعتر وشويه ديال الابزار والماء باش كنجمعوا العجينه ديالنا. بالنسبه للحشو راه كتبقى اختياريه البنات، كديروا الحشوه يعني داكشي اللي موجود عندكم في البيت كديروه. كتقدروا تستعملوا الكفته ولا الدجاج بالخضر محكوكين. المهم هنا انا درت الكفته ودرت الخضر اللي حكيتهم وبصله والفلفله. المهم انا هنا غنشارك معكم الطريقه. هنا كي كتشوفوا من بعد ما عجنت العجينه ديالي مزيان وخليتها ترتاح في بلاصتي، من بعد كورتها بهذا الشكل هذا وغادي نخليها ترتاح شي شويه ومن بعد غادي نخدم بها. وهنا كتشوفوا معايا الحشوه اللي درت. انا هنا درت الكفته والخضر، الخيزو والقرعه كورجيت محكوكين، الزيتون والفلفله والبصله والتوابل. المهم الحشوه كتبقى اختياريه. صافي هنا غادي نخلي العجينه ديالي ترتاح شي شويه من بعد ما كورتها بهذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نبدا نطلقها. وهنايا خديت هنايا الدلاك اللي غادي نطلق به وشويه ديال الدقيق. كناخذ كره من الكرات اللي صيبنا، ومن بعد كنطلقهم بهذا الشكل هذا. كنحاولوا نطلقوها رقيقه البنات باش نعمروها ما تجيناش ما يجيناش لي ميني باغيت غلاضين من الداخل. وهنا كنبقى نطلق العجينه ديالي بهذا الشكل كي كتشوفوا على شكل طولي. كنبقى نطلقها بالدلاك. من بعد كناخذ الحشوه ديالي، المهم كتبقى كي قلت لكم على حساب اللي موجود عندكم، وكنبدا نعمر بهذا الشكل هذا. كندير واحد الكميه في الوسط ومن بعد كناخذ الفرماج ديال الساندويتش المربع، كنقطعو ونديرو من الفوق الحشوه وكنجمعوا الجوانب بهذا الشكل هذا باش كنحصلوا على ميني باغيت صغير بهذا الشكل هذا. هنا كناخذوا الطاوه ديال الفرن اللي كندهنوها بشويه ديال الزيت وكنستفوا فيها لي ميني باغيت ديالنا. كناخذوا كره واحده اخرى وكنطلقوها بنفس الطريقه. كناخذوا شويه ديال الدقيق باش ما تلصق ليناش العجينه في الدلاك وفي سطح العمل، وكنطلقوها بهذا الشكل هذا على شكل طولي. كنحاولوا نرققوها باش ما تجيناش غليظه من بعد ما طيب. صافي كنطلقوها بهذا الشكل هذا ومن بعد كنعمروها بنفس الطريقه. كناخذوا الفرماج ديالنا ومن بعد كنشدوا الجوانب مزيان، كنحاولوا نضغطوا عليهم باش ما يتحلوش لينا في الفرن. وهنايا من بعد ما كملنا لي ميني باغيت ديالنا كاملين بهذا الشكل هذا، درناهم في الطاوه اللي مدهونه بالزيت. كناخذوا واحد الموس او شفره وكنديروا خطوط من الفوق ديال لي ميني باغيت ديالنا بهذا الشكل اللي موضح لكم في الفيديو. وهنا خديت صفار ديال البيض خلطته مع شويه الحليب وشويه ديال الخل وشويه ديال التحميره ولا صوص صوجا، ممكن يبقى لكم الاختيار. وكندهن لي باغيت ديالي بهذا الشكل هذا. وهنايا النص زينته بحبوب الخشخاش وشويه ديال الزجلان، والنص الاخر زينته بشويه ديال القزبر ومعدنوس ودرت ليه دوائر ديال الفلفل. المهم مزيان كيبقى اختياري على حسب اللي بغيتو. وهنا من بعد ما كملت لي ميني باغيت ديالي، هنا مسخنه الفران على 170 درجه 180 درجه. غادي ندخل الطاوه ديالي الفران اللي مشعول من التحت من الاسفل، غادي نخليه حتى
يتحمر ومن بعد تشعليه من الفوق. وهنا كي كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال لي ميني باغيت ديالنا. هذا الشكل الاول اللي تزينته انا هنا بالزلجلان وحبوب الخشخاش. انتم هنا كي كتشوفوا كيجيو محمرين البنات وكيجيو هائلين. كتجي عجينه اللي خفيفه البنات هشه. المهم هاد العجينه هذه راه معتمده عندي وكتجي رائعه لا في لي بيتزا ولا لي شوسون. بزاف ديال المملحات كنصايبهم بهاد العجينه هذه. ممكن نتمنى هنا الفيديو ينال اعجابكم. درت معكم هنايا فيديو خفيف ظريف ديال لي ميني باغيت، بصراحه كيجيو هائلين. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم. كيف العاده الا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه الا باقي ما اشتركتوش. والبنات اللي مشتركين عندي في القناه ما كيوصلهمش الاشعارات بانني حطيت فيديو جديد، كنتمنى انكم تحيدوا الابوني وتعاودوا تابوناو من جديد باش يبقى يوصلكم الاشعارات ديال الفيديوهات ديالي. والمهم كنشكر كاع البنات اللي كيتواصلوا معايا في واتساب وكيقولوا لي حطي لنا وصفات. كنشكركم بزاف البنات. وانا طليت عليكم بهذا الفيديو هذا، وان شاء الله نعاود ندير لكم وصفات اخرين في هذا رمضان المبارك. وشكرا لكم بزاف البنات مره اخرى، وانا نقول لكم بسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.